قصة محمد رمضان وابنه اللي كلنا عارفينها، وموضوع ضرب ابن محمد رمضان لطفل في النادي، واللي بسببها والد الطفل اللي اتضرب ده راح عمل محضر في ابن محمد رمضان، والموضوع اتحول للنيابة. والفترة دي صدر حكم على ابن محمد رمضان ان هو يعني يتم وضعه في الرعاية. وده يمكن استفز قوي محمد رمضان، لما كمان بقى يعني السوشيال ميديا بدأت انها تكتب عن الموضوع، فطلع اتكلم وكتب البوست اللي هقراه معاكم دلوقتي. بيقول ايه بقى في البوست؟ بيقول: ابني اللي كان واضح في الفيديو اللي النيابة شافته انه كان قاعد في حاله مع اخته الصغيرة في النادي، وراحوا له مجموعة من الاطفال يقولوا له: انت اسود زي ابوك، وابوك عنده فيلا كبيرة وعربيات عشان فلوسه حرام، انما احنا عايشين في شقق عادية عشان خاطر اهالينا مش حرامية. ولما ابني كلمني في التليفون سمعت الكلام ده بنفسي، وواضح ان ده كلام اهل الطفل، لان مستحيل طفل يفكر كده، وده في حد ذاته بيزرع الحقد والغل الطبقي بين الاطفال. ورحت لابني النادي واتكلمت مع الأطفال قدام فرد الأمن ومدرب السباحة إنكم إخوات وجيران، وده واضح في فيديوهات النادي اللي شافتها النيابة. عموما دي حلقة من سلسلة طويلة من الاضطهاد الواضح والقسوة والتعنت اتجاهي لأكثر من 11 سنة، وبكتب النهاردة بس عشان ما تخيلتش إنهم يدخلوا طفل عنده 11 سنة في معركتهم مع أبوه. ما توقعتش قسوة الحكم والتشهير بيا وبعيلتي للدرجة دي. والعلم الشارع المصري فاهم اللي بيحصل وشايفه بوضوح الشمس، لكن مهما حاولوا ومهما ظلموا سواء بالقصد أو بالجهل، فهنفضل أنا وولادي وعيلتي نحب بلدنا وهنعيش ونموت فيها. ده البوست اللي كتبه باختصار محمد رمضان بسبب يعني ان هو كان مستفز جدا من التشهير بابنه. وانتوا في ناس شافت الموضوع، في ناس شافت الموضوع فعلا كبير، وانه ما ينفعش ابن محمد رمضان يضرب حد بالمنظر ده. وفي ناس تانية شافت لا، ان الموضوع خناقة اطفال وما ينفعش انها تكبر لدرجة انها توصل للنيابة والحاجات دي كلها. فقولوا لنا رأيكم في الكومنتات.